تهيبه، لا اما تصدقه، لا اما تحترمه، او الكل مع بعض. ودايما الحاجات دي بتلاقيها طالعه من ابراهيم فايق بكل امانه، والله والله بكل امانه. دايما المواقف اللي بتحتاج رجاله بجد بتلاقي ابراهيم فايق موجود. بيتكلم النهارده عن القضيه الفلسطينيه او عن اللي بيحصل في غزه. الراجل بصراحه راجل راجل. مش عايز اقارن بقى واقول لك محمد صلاح بالشعبيه والشهره اللي متخطيه ابراهيم فايق كتير جدا. طلع قال ايه، او كلامه ما عجبش كتير من الناس، او في ناس كتير شافت ان هو كلام محايد قوي. مش عايز اقول لك كده، لان كل واحد برضو ليه طريقه في الكلام، وكل واحد في. انا مثلا ممكن تلاقيني بتنرفز، صوت عالي مش عارف ايه كده. في واحد تاني ممكن تلاقيه هادي بسيط، كلامه اللي هو مش كتير، فتحس ان هو بس ده ممكن ما يعبرش عن شخصيته او عن اللي جواه. ولكن في اغلب الاحيان يعني الكلام هو اللي بيطلع على اللسان هو اللي بيعبر عن اللي جواه في اغلب الاحيان. وابراهيم فايق بقى موقف قبل كده مع مرتضى منصور، بصراحة الراجل يعني ظبطه. موقف بقى المرة دي اكبر من مرتضى منصور بكتير يعني، ولكن تلاقيهم مشابهين لبعض في ايه، في الموقف نفسه، في الرجولة، في كلام الرجولي اللي انا بكلمك فيه، كلام الرجولي. النهارده ابراهيم فايق يعني شابوه شابوه بجد، ليك كل الاحترام. وزي ما قلت قبل كده، مش احنا اللي محتاجين، مش القضية اللي هي اللي محتاجانا، بالعكس احنا اللي محتاجينها. مش القضية اللي محتاجانا، احنا اللي محتاجينها. انتوا فاهمين انا بتكلم عن انهي قضية؟ مش هما اللي محتاجيننا، والله احنا اللي محتاجينهم. انت اللي محتاج تعرف اذا كنت انت راجل ولا. اه، انت راجل ولا. انت راجل فانت ايه هيبقى موقفك، ولا فانت موقفك معروف يعني.